بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يخن الدماء ونسأل الله يولي فينا ما يسلي. المقطع ده رد لناظر الشكرية وأمير المغاربة، أو يعني رد لعرب الجزيرة بصفة عامة، أو نخليها إنها رسالة تصل لأبناء الكنابي وللأبناء البرغو والتامة والإرنغا والمساليد والزخا والفور وغيرهم من سكان الكنابي، أو لأسر أو للقبائل اللي هم الآن عندهم يعني جزء من مكوناتهم في الكنابي، سواء كانوا في المدن الكبيرة يعني زي المناقل أو مدني أو الحصحيصة أو باقي مدن الجزيرة، إضافة إلى الولايات الأخرى كالقداريف والسنار والنيل الأبيض. طيب، تابعت الشيء اللي قالوا ناظر الشكرية، وفي مقطع مسجل لأمير المغاربة، وطبعا هو في كلامه قال يعني هو تابع تسجيل، وأكيد التسجيل أنا ردد له في تسجيل. اتكلمت عن الكنابي وقلت بشكل واضح وصريح إنه بالنسبة لعرب الجزيرة الأرض ده ما أرد أبوكم يعني، وتاني بنكرر الكلام ده والله، بمعنى إنه يعني ما أرد أبوكم أي ما أرد جدكم. وعلى الأسف الشديد الرجل ما زال بيتكلم إنه قال الناس المفترض يشكرونا والكلام ده أنا اتكلمت فيه طبعا في تسجيل، الناس المتابعين الصفحة عارفين يعني. المقطع يمكن المشاهدات وصل لأكثر من 120,000، ونتمنى التسجيل ده برضه شيروه يا شباب، وشكرا للناس اللي بيشيروا المقاطع ده، شيروا المقطع ده، خلوه تاني يصل لناظر الشكرية ولأمير المغاربة أو لعرب الجزيرة عموما من دون تمييز، سواء كانوا شكرية أو نفيدية أو كواحلة أو رفاعة أو بتاهين وغيرهم من عرب الجزيرة. الرسالة ده خلي يصلهم. طيب، لو أصلا أنتم ما دارين تقبلوا التعايش السلمي زي ما إنه ورد في على ألسنة رجال إدارتكم الأهلية، لو أنتم ما دارين تقبلوا التعايش مع المكونات الموجودة معاكم في الكنابي وغيرهم من القرى المجاورة بالنسبة لكم، أرحلوا من الجزيرة أو أرحلوا من السودان. والله لو ما دارين التعايش السلمي إنه السودان ده يسأل الجميع، لأنه هو يتكلم قال أنا ما ممكن يعني يكون عندي بيت، ضرب مثل قال ما ممكن يكون عندي بيت بسعي مثلا ل10 أشخاص تقول لنا سكن معاك 50 شخص، قال ما نقبلوا ناس من باقي الولايات. طيب، نحن الكلام ده كله حتى الحرب ده يعني لما قامت، لأنه في ناس ما كان دارين إنه يكون في السودان لكل السودانيين، ما دارين يكون هنالك تعايش سلمي، ما دارين إنه يكون في توزيع عادل يعني لموارد الدولة، ما دارين إنه يكون في توزيع عادل بالنسبة للوظائف، ما دارين إنه يكون في توزيع عادل بالنسبة للخدمات. يعني الحرب ده قامت لأنه كان في جهاد مصرين إنه يكونوا هم في التوب وباقي الناس كعبيد وخدم بالنسبة لهم. طيب، باختصار يعني بالنسبة لعرب الجزيرة عموما كلامي لكم ما كثير، لو ما دارين تقبلوا التعايش السلمي، نحن طبعا مسألة إنه هؤلاء عرب وهؤلاء أفارقة أو السودان دولة إفريقية أم عربية حسمنا الجدل، قلنا السودان دي دولة سودانية، لا دايرين زول يجي يقول لنا السودان دولة عربية ولا آخر يجي يقول لنا السودان دولة إفريقية. ليه؟ لأنه طبعا عندي شيء معروف إنه يعني هجرات اللي دخلت في السودان أو الهجرة العربية إلى الإفريقية عامة وإلى السودان بصفة خاصة، يعني امتزج الدم الإفريقي بالدم العربي، أصبح هنالك يعني تداخل كبير جدا بين المكونات العربية والإفريقية، فبالتالي إنه يعني أصبح هنالك قليد أو مجموعة كبير من المجتمع السوداني عندهم تعايش أو في نسب بين العرب والأفارقة. في مجتمع الآن يعني تلقى زول عادي يقول لك إنه هو أمه من القبائل العربية أبوه من القبائل الإفريقية، أو العكس، أبوه من القبائل الإفريقية أمه من القبائل العربية. طيب، فلذا إنه السودان ده بتشيلنا كلنا، الخيرات الموجود في السودان يعني بتصلنا كلنا، إذا ما تم استثماره استثمار صحيح أو استغلال صحيح، فإنه يعني حتصل لكل المجتمع السوداني أو حتقدم الخدمات والمساعدات لكل المجتمع السوداني. السودان ده واسع جدا بيشيلنا كلنا، السودان ده المساحة الموجودة الآن حيشيل يمكن أضعاف الأضعاف السكان اللي هم حاليا موجودين في السودان.
فبالتالي انه مساله انه السودان هتشيلنا كلنا سواء كان من حيث المساحه او من حيث الموارد، فده كافي جدا للمجتمع السوداني. طيب يا عرب الجزيره، كلامنا ده واضح، وقسما بالله لو ما انكم يعني لو ما بترضوا بانه يكون في تعايش سلمي والسودان للجميع، ارحلوا من السودان. ارجو ليه؟ انتم مش عرب؟ نحن طبعا ما عندنا مشكله ان كونكم انتم عرب. طوال ارجو الجزيره العربيه، جيتوا من وين؟ لو سالناكم اي واحد بينسب نفسه يعني طبعا يعني بهتان ونزور، واحد بيقول هو جده العباس، واحد بيقول جده معاويه بن ابي سفيان بقول هم عرب، في حين ما لقينا واحد منهم نصب قال هو جده ابي لهب يعني مثلا. طيب ما عندنا اشكال، قولوا انه جدكم الرسول زي ما انه في ناس بيقولوا، كويس، قولوا انتوا اولاد الحسن والحسين، ما عندنا معاكم مشكله. طوالي من يوم اليوم ستوا في شناتكم وطوالي شوفوا شبح الجزيره العربيه وين. انتوا عرب، ما نكرنا اصلكم، انتوا عرب. مثلا انا الان انا برقاوي، افتخر بانني برقاوي، ما بنكر اصلي ابدا، اصلا ما بننكر اصلي، انا برقاوي ما بنكر ما بننكر اصلي مهما كانت الاسباب. انتوا عرب، حنين لكم انتم العرب، بقروبتكم شيلوا شناتكم، شيلوا بقتكم، داك شبه الجزيره العربيه. ربنا يعينكم، امشوا ربنا يستركم، عيشوا هناك بسلامتكم بحريتكم، خلوا لنا بلدنا، نحن افارقه، هذه الارض لنا، نحن افارقه. طيب شوفوا يا اولاد التامه واولاد البرقو، بالاخص اولاد البرقو بالتحديد، انا لما عملت بيان ادانه واستنكار للشيء اللي حصل في الكنابي ما ابس، وانا لما عملت بيان ادانه واستنكار ما لانه انا يعني دار اندم للدعم السري، لانه انا موجود في الدعم السري منذ ان بدا هذا الحرب او قبل هذا الحرب، يعني انا ما عندي مشكله اصلا يعني مع الدعم السري، لانه احنا عارفين انه الدعم السري ده هم ذاته ضحايا. لانه انا قاعد اتكلم قبل الحرب ده بنقول انه المكونات العربيه او عرب دارفور هم ضحايا، يعني هم ذاتهم ضحايا، يعني للزول التابع احداث دارفور جيد او يعني متابع لكل شيء حصل في دارفور بيعرف تماما انه القبائل العربيه في دارفور بكل مكوناتهم هم ذاتهم ضحايا. ضحايا لشنو؟ ضحايا لانه النظام تم استخدامهم من اجل تحقيق مصالح معينه واهداف محدده. خلاص يعني هو النظام طبعا وصل لمرحله انه يعرف انه هو الهدف انه شنو؟ انه يحارب الحركات المسلحه، فلذلك انه يعني اتحدوا وسعوا لانه يصلحوا جزء من القبائل العربيه، فبالتالي انه يعني تمكن من محاربه الحركات المسلحه. مع الاسف الشديد الان الحركات المسلحه اصبحوا جزء من النظام، من هذا النظام الظالم. طيب فعرب دارفور ديل بالنسبه لنا هم ذاتهم ضحايا، نحن في دارفور كلنا اصبحنا ضحايا نتيجه للشيء اللي حصل في دارفور، والعرب هم ذاتهم ضحايا. فعشان كده انا واحد من الناس ما كان في حاجه او ما في شيء بخليني اعمل اعلان انضمام للدعم السري، ما في، لانه انا من الحرب ده من يعني هذا الحرب او قبل هذا الحرب انا موقفي معروف ان الدعم السري شنو. الا ان جات هذا الحرب انا انسان واضح يعني في كل تفاصيل نزول داعم للدعم السري وجزء من الدعم السري وتابع للدعم السري بكل وضوح. انا البيان عملت بيان ادانه واستنكار، مفترض ما اقول الكلام ده للاسف الشديد، لكن اقول لكم شنو يعني اذا كان شرحنا لكم في جروبات تكلمنا معاكم لحد ما في دير ما بتفهموا. البيان ادانه واستنكار انا عملته الهدف منه رسالة، لازم انه تصل رسالة لكل عرب جزيرة انه الناس في الكنابي ديل عندهم اهلهم وقادرين يقفوا مع اهلهم، قادرين ينزعوا لاهلهم ديل حقهم، الناس قاعدين في الكنابي ديل. ده الهدف من البيان، لكن للاسف الشديد الكثير من ابناء البرقو ما فيهم الشيء الحاصل اصلا، وما هتفهم اصلا ليه هو بخليكم تفهم اصلا شنو. اذا كان زول حتى الان بعد الشيء اللي حصل في الكنابي لحتى الان واقف مع الجيش، هتفهم شنو يعني؟ ما هتفهم اصلا. الناس ديل خطوا لكم واضح، قالوا لكم يا اخي الناس في الكنابي ديل يجب معاملتهم كمعامله الاجانب ويجب ترحيلهم خارج السودان. شوفوا الكلام ده سبحان الله. انتوا عارفين ليه؟ لانه الاحداث بتاع غارة ابجيرين، وانا لما مشيت القريه معي كان فريق من الشباب، لما مشينا القريه وجلسنا واستمعنا لاهل القريه، اولاد الكوهله في ابجيرين كانوا بيقولوا انه التامه والبرقو تشادين ويجب ترحيلهم من القريه طبعا اسمه ابجيرين، انا اتكلمت في مقطع يعني احداث قريه ابجيرين انه تاسيسه وسكانه، اتكلمت عن المساله دي. والمساله ممتد ما للكنابي بالمناسبه عشان تفهموا يا ابناء البرقو والتامه، وانا بتكلم عن البرقو بالتحديد لانه باعتبار انه واحد من ابناء البرقو. طيب المسألة ده ما حيقيف في الكنابي ولا حيقيف في قرى الجزيرة، المسألة ده حيمتد.
يعني انتوا تفتكروا انه لو انه فعلا طبقوا انه الناس الموجودين في الكنابي ديل ما سودانيين تم ترحيلهم يرحلوا وين؟ بعد شوي هيقول لك الناس ودهم تشاد او اي دوله اخر. طيب فرضنا انه نازل تم ترحيلهم من الجزيره، دي الناس الكنابي، انتوا ناس الغرة ما نفس الناس. الجديد شنو يعني؟ ما ياهو البرقل في الكنابي، ياهو البرقل في القرى، البرقل في القرى ياهو البرقل قاعدين في حصحيسه ولا في مدينه ولا في المناقل، البرقل في جزيره ياهو البرقل قاعدين في السنار، البرقل في السنار البرقل في النيل الابيض، البرقل في النيل الابيض ياهو برقل قدارف، الفرق بيناتكم شنو كبرقل؟ مش واحد؟ طيب واحد. شدوا هيلكم. والله اقول لكم باختصار، شوفوا شغله الفلقنه، الجيش واحد، شعب واحد، ما اعرف الكلام ده خلوه. والله يركزوا في الشيء الحاصل ده، ولانه المشروع ده المشروع اللي بيتكلم عنه بالمناسبه في مشاريع ما تتجاهلوه، زي اماسيب مثلا، الناس ما يعتبروا انه اماسيب عنصري، هذا عبد الملك عنصري، لا ما يعني ما الكلام ده ما طالع عن فراغ، يعني الكلام ده ما طالع عن فراغ، لانه في جهات بتحرك الاشخاص اللي بيتكلموا الان، يعني شنو الدوافع او ما وراء اماسيب، او شنو الدوافع اللي بخلي حياه عبد الملك يتكلم بكل عنصريه وبكل جهه وبكل قبليه. الكلام انتوا قايلينه من فراغ؟ ما من فراغ، لانه في جهاد بقدم لهم الدعم الكافي، عارفين عندهم سند. والله لانه انا بقول الكلام ده ما مستغرب ليه؟ لانه انا لما مشيت قريه الابجيرين واستمعت من اهلنا البرغل في الابجيرين ومن اهلنا الطامه، فيعني والكلام اللي بيقولوه ابناء الكواحله كان، ودي طبعا عرب الجزيره عموما، يعني لانه بيقولوا كلام بكل ثقه، بيقولوا كلام بكل وضوح، زي ما انه تكلم امير المغاربه ونازر الشكري اخيرا. انا قلت طبعا عرب الجزيره كلهم واحد، صحيح واحد، وكلامهم بكل ثبات وكلامهم بكل ثقه. قالوا ناس الكنابي يجب ترحيلهم، مع نحن ما تكلمنا يعني في البدايه لما المساله بدات انه دير متعاونين، وياهو تم ذبح واغتصاب والقاء الكثير منهم في النيل او في الترى هم احياء والناس سكتوا. اذا ما دام ما في ردود، لا من ابناء الطابه ردود واضح ولا من ابناء البرق ردود واضح، معناه اذا شنو؟ الناس ما عندهم اهل وهيتم ترحيلهم وهيتم ابقاتهم، اضافه لانه في مخطط انه حيتم تسكين عدد كبير جدا من المصريين، ما يقارب 4 مليون مصري، ده دايرين هيجوا الجزيره بالمناسبه. والله محل الكنابي ديل عشان الكلام ده برضه الما فاهم خليه يفهم يعني. وبرضه انا حاجه اتكلم بالتفاصيل عن الموضوع بالتحديد، انه يعني في نوايا لانه دايرين يسكنوا المصريين في الجزيره. فلذا انه يا ابناء البرغو شد هركم، خليكم ناس رجال فعلا، خليكم ناس يكون عندكم كرم، ما ترضوا بالذل، ما ترضوا بالاهانه. والله وانا قلت ان السودان ده بالمناسبه يعني الحياه فيه تشبه الحياه، او يعني في السودان لازم انك تعيش انسان قوي، يعني لغه الخابه، بمعنى انه القوي ياكل الضعيف، انت انسان قوي ما في زول بيسالك، انسان ضعيف خلاص يا ويل لك. فبالتالي انه افهموا، والله يعني خليكم ناس فاهمين، خليكم ناس واعيين، ويتاكدوا تماما زي ما قلت لكم لو انه فعلا تم ترحيل ناس الكنابي، اتاكدوا انه حيرجعوا لكم للغرة، لانه ما في فرق اصلا، ما في فرق بين البرقاوي الموجود في القريه ولا موجود في الكامبو، في النهايه برقاوي، ما في فرق بين البرقاوي الموجود في السنار ولا قدارف ولا النيل الابيض ولا جزيره، واحد في النهايه يرجعوا لكم بنفس التفاصيل، انه انتوا تم ترحيل ناس الكنابي. انتوا ناس الكنابي ديل جنسياتهم شو لو سالنا؟ ديل شنو؟ من حيث القبيله بينتسبوا لاي قبيله من القبائل، والله انتوا عارفين الناس البرقو تمام، وانتوا طيب القاعدين في القدارف ده ما برقو يا اخواننا. ايوه طوال بقول لكم شنو؟ برا والله الناس اللي في السنار شنو؟ اي برضه برا حصلوا الناس زي لاك. انتوا في النيل الابيض قاعدين تسووا شنو؟ مع البرقو في الكنابي تخارجوا، انتوا برضه ما تخارجوا بنفس القدر. والكلام ده حتشوفوه لو ما وقفتوا وقفة رجال فعلا حتشوفوا الكلام ده، والله حتشوفوا الكلام ده. فلذا نتمنى انه الرساله دي تصلكم يا ابناء البرقو ويا ابناء التامه، ونحن حنستمر في التوعيه، لكن نتمنى انه الرساله تتصلكم. وبرضه يا ناس العرب الجزيره، وقسما بالله لو الناس في الكنابي ديل برقوا في الكنابي ديل هم يعني ضعاف ما قادرين يدافعوا عن نفسهم، في برقوا اخرين. اقول لكم بكل بساطه هنا زارفور ديل مساله الحروبات ومساله السلاح دي عندنا عادي. وانتوا عرب الجزيره وانتوا السلاح 200 تعالوا لو سالناكم، ما انتوا في الحفله عامل ازاي؟ يعني لو ضربوا لكم، لو واحد بشر في الحفله كلكم بترقدوا في الواتا، ترقدوا قبل النسوان في الواتا كلكم. شنو اللي قلت سلاح 200 اصلا؟ والله اللي قلت سلاح 200 عشان تيجوا انه تحاربوا انه ده ناس كنابي دول ما سودانيين ويرحلوهم ويراجعوا الجنسيات، يعني من دون خجل من دون استهانه. وسبحان الله اللي بيقولوا الكلام ده الرجالات الادارات الاهليه
بما انه رجل الاداره الاهليه مفترض انه يمتاز بادب وباحترام وبالتعايش السلمي، يقبل الاخر، مفترض ده الاداره الاهليه ده. يعني الادارات الاهليه شنو اصلا؟ ناس بيهتموا بالمصالحات، بيهتموا بانه بيحلوا المشاكل بالديات، يعني مفترض تكونوا ناس فعلا يكون يعني عندكم قدركم ومكانكم كادارات اهليه. لكن ده ار وعيب انه يتكلم انسان في مقامة نازر او امير او امده يحاول يحارب المكونات، يحاول يحارب المكونات القبليه، وانت انسان اصلا في النهايه نازر للقبيله او امير للقبيله او ام للقبيله. فده ار وعيب. ولاولاد البرق الموجودين في المشتركه، في ناس يعني مشيت عندما ماتوا للعدل والمساواه وموجودين الان في الميدان مع المشتركه، دايرين منكم بيان ادانه واستنكار للشيء اللي حصل في الجزيره. باقي الادارات الاهليه هيئه امراء البرق والسلاحات طلعوا بيان ادانه واستنكار. والله طلعوا بيان ادانه واستنكار. نحن الشباب طلعنا بيان ادانه واستنكار. نحن الشباب طلعنا بيان ادانه واستنكار للشيء اللي حصل ورفضناه تماما. رفضنا الشيء اللي حصل ده تماما وما زلنا مستمرين. وتحالف ابناء الوسط قادم. تحالف ابناء الوسط ده ما في له طريقه. بعد كده يعني في ناس يعني في المرجفين كانوا يعني من مساله التحالف متخوفين، وان كان اصلا التحالف الناس نزلوا الميدان، يعني الناس نزلوا الميدان واستلموا اسلحتهم وعرباتهم موجودين في الميدان. لكن الشيء الاخير حصلت او التسيير الاخير من نازل الشكريه ومن امير المغاربه، مفترض تبقوا ناس واعيين اكثر، مفترض تكونوا ناس واعيين اكثر. ورساله اخيره للزول ده. لو قلنا امير الشكريه بيقولوا ما اميرنا، قلنا نازل المغاربه قال ما ولدنا. المهم انا ما بعرف ذاته اسمه، لكن نتمنى انك تكون انسان واعي وانسان فاهم. انتوا ناس يعني جيتوا السودان ده كاجانب، انتوا الاجانب والله، بمعنى يعني احنا اصلا ما بنتكلم عن العنصريه، لكن بصفه خاص وعام كعرب جزيره. انتوا جيتوا السودان ده معروف يعني الهجره العربيه الى افريقيا والهجره العربيه الى السودان. انتوا الاجانب، انتوا الاجانب. لو قدرنا نتكلم عن اجانب صح يا انتوا دول الاجانب. الاجانب ما السكان الاصليين لافريقيا، الاجانب انتوا اللي جيتوا يعني مهاجرين، انتوا الاجانب. لكن على الاسف الشديد اولادنا اللي حتى الان بيرضوا بالذل والاهانه، والله يعني بيرضوا بالذل وبيرضوا بالاهانه للاسف الشديد يعني. وطبعا يعني القبائل اللي هم الان اصبحوا واعيين، اصبحوا فاهمين قضيتهم في السودان لحد الان، يمكن عرب دارفور وابناء الزخاوه. والله يعني والتحيه من هنا لعرب دارفور من دون تمييز ولا ابناء الزخاوه. عارفين ليه؟ لانه الناس ما بيرضوا بالذل ولا بيرضوا بالاهانه بالواضح كده يعني. لكن بقى قبائلنا ده ما زالوا حتى الان بيرضوا بالذل والاهانه والدنيا، وين كانوا الاصلي يعني هم الملوك وهم السلاطين والله. لكن للاسف الشديد اي برقاوي يخليه انه يراجع تاريخ البرقو. والله انت كبرقاوي راجع تاريخ البرقو، كتاماوي راجع تاريخ التامه، كفوراوي راجع تاريخ الفور. منو فيكم ما عنده مملكه؟ منو فيكم ما عنده سلطنه؟ لكن ليه انتوا الان بترضوا بالذل، ترضوا بالاهانه؟ ليه ترضوا بالذل والاهانه؟ على اي حال نتمنى انه يكون المعلومه قد وصل، ونلتقي مع الله في الاجال، ونحن مستمرين في التوعيه وفي الميدان موجودين. تحياتي.